المباراة كانت الساعة 6 في استاد بنيامين مكابة. طاقم تحكيم رائع 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 بقيادة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو. لعبنا بتشكيلتنا الأساسية الشناوي وهاني وياسر ورامي وعلي معلول. غاب محمد عبد المنعم، ما حسناش بالغياب. ياسر ابراهيم كان هايل. مروان عطية، اليو ديانج، بيرسي تاو، امام عاشور، حسين الشحات، محمود كهربا. طيب الدنيا مشيت ازاي امبارح؟ مشيت نص ساعة في الأول مش حلوة خالص للنادي الأهلي. شكل يانج افريكانز افضل. كرة انفراد انقذها محمد الشناوي بقدمه، وكرة بجوار القائم. ثم استعاد الاهلي عافيته في الربع ساعه الاخير من الشوط الاول. ومع الشوط الثاني بدا طوفان اهلاوي. الطوفان ده بدا ليه؟ لانه لاول مره من فتره طويله الحقيقه مارسيل كولر عمل تغييره بين الشوطين. امام ما كانش كويس، خرج امام، نزل قفشه كان كويس، مش بطال يعني، مش قفشه بس كان افضل بكتير من المستوى اللي قدمه امام. امبارح في ناس كثيره في حالتها، يعني محمد هاني مش وحش، ياسر ابراهيم، رامي معلول، ديانج، بيرسي، دول كانوا في حاله جيده يعني. كريم فؤاد لما نزل بديل كان كويس. طاهر بيحاول لما بينزل. عمرو السولية ما شاء الله بقاله فتره طويله نقدر نقول عليه كويس. ف يعني الاجمالي اكتر من نص الفريق في حاله جيده. الاهلي قدر انه يسيطر على الشوط الثاني وضغط وهجوم بالجمله. الاهلي ضيع 4 فرص محققه، اللي هي فرص تقول ايه، يا هدف يا هدف. كره كهربا عملها لحسين الشحات والمرمى شبه خالي. حسين الشحات حط فيها قوه طلعت فوق العرض. كره مع بدايه الشوط الثاني اتعملت حلوه قوي من ديانج، فوتها بيرسي تاو قدام كهربا، حب يغرفها كده طلعت فوق العارضه. كره الكريم فؤاد المنفرد تماما بالمرمى انقذها الحارس. وحتى بعد التعادل كرة انفراد لطاهر، محمد طاهر المنفرد تماما بالمرمى، حطها بين يدي الحارس. دول ال4 فرص المؤكدين، يعني لازم 4 فرص يترجم منهم على الأقل 3 فرص إلى 3 أهداف على الأقل. غير بقى ركنيات كتير، والمرة دي اتعملت بشكل كويس. يعني أنا انتقدت المرة اللي فاتت الركنيات، لا اتعملت بشكل كويس، على دماغ رامي ربيعة مرتين، على دماغ مش عارف مين مرتين، وهكذا. على الاقل كانت بتسبب نوع من انواع الخطوره. علي معلول استعاد جزء كبير جدا من فورمته امبارح. محمد هاني نفس الامر. الشكل الشوط الثاني الاهلي كويس، عشان بس الناس ما تقعدش ايه كل شويه تقول لك كولر والخطه والطريقه. لا، لعب كويس. يعني انت واخد ساعه من الساعه ونص، لعب كويس بصرف النظر بقى عن مستوى يانج افريكانز كويس مش كويس، قوي مش قوي، لكنه انت لعبت ووصلت وهددت وغيرت. حتى التغيير لما عمل عمرو السولية وكريم فؤاد وطاهر وبالون بس على طاهر لما كانش لابس الشنكار، فالراجل راح مستأنف اللعبه بعد تغييرين، وفي الاخر بعد دقيقه راح مغيره هو تاني، لان انت ليك 3 توقفات بس ان انت تغير فيها بين الشوطين ما بيتحسبوش يعني. لكن طاهر حاول بصراحه لما نزل، وطاهر لما بيحاول بيخلي شكل النادي الاهلي كله كويس. طيب طريقه اللعب كويس يعني. الفريق لعب كويس، ما فيش تهديد. الهدف الكرة الوحيدة اللي جت على الاهلي في الشوط الثاني باستثناء العرضيات اللي اتعامل معاها الشناوي بشكل ممتاز، اما بالمسك او بالبوكس. الكرة الوحيدة اللي اتشاطت من جوه ال 18 في الزاوية اليمين الضيقة، حاول معاها الشناوي، قوتها خدت ايده ودخلت وسكنت الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع، واحنا مسجلين في الدقيقة 86. يعني الطبيعي انك تحافظ، عندك 5 دقايق وقت بدل ضايع تحافظ، ده السهل على النادي الاهلي يعني. الاحتفاظ بالكوره هنا مهم جدا، انك تخلي الكوره معاك وانت اللي مسيطر، لانك كنت عامل كده، بدليل انك بعد ما دخل هدف مرماك ضيعت هدف بعدها بدقيقه او بدقيقتين، وكان انفراد تام لطاهر محمد طاهر. جماهير الاهلي زعلانه لانه كانت 6 بونت تبقى العمليه خلاص، تكسب الماتش الجاي شباب بلوزداد، وهو ماتش ثقيل شويه في القاهره، كنت تخلص. لكن انا يعني عندي يقين ان شاء الله ان الاهلي هيكسب شباب بلوزداد، والدنيا هتمشي بشكل كويس. صحيح مباراه العوده هتبقى شباب بلوزداد هناك، لكنه ماتش ثقيل برضه، دمه تقيل يعني زي ما بيقولوا عليه، رخم يعني. لكن الاهلي ان شاء الله يعبر في صداره هذه المجموعه. كولر لعب المباراه بشكل كويس، اختار ثلاثي وسط الملعب، امام مع مروان مع ديانج، محدش يقدر يتكلم على دول خالص. هنا لازم اقف ادي 50,000 علامه استفهام على امام عاشور بصراحه. وانا بتفرج على المباراه مستغرب، مش ده امام يعني. عارفين لو امام يعني واقع او هو مع حاله الفرقه مش جيده، لا ده اكتر من نص حاله الفرقه جيده، لا هو حالته مش جيده، فلازم يعيد حساباته مره ثانيه. بيرسي كويس، كهربا بيجاهد، حسين الشحات مش موفق لكن بيجري وبيحاول، يعني مش موفق
على المرمى، الدنيا مش ملخبطه شويه. ومعاه علي معلول في الجبهه، علي كان بيسند امبارح بشكل كويس. محمد هاني بيرستو ما بيدافعش، لكنه مروان بيرمي ناحيه اليمين شويه، فالدنيا بتتغطى. بس لو مع فرقه قتل هتبقى عندك مشكله هنا. السردباكين كويسين جدا، رامي ربيعه وياسر ابراهيم ادوا بشكل جيد جدا. وصولك للمرمى موجود، تهديدك للمرمى موجود، شكلك كويس يعني، شكلك كويس يعني. هو بقى انا مش هقول الكولر انزل هات جون، مش شغله كولر ان ينزل يجيب لي جوان بصراحه يعني. دي شغله اللعيبه، شغله الناس اللي موجوده في الملعب، شغله الفراوده، شغله الفرقه بالكامل. في تجهيز كمان. في نقطه عشان دايما الناس تتكلم عليها في حته انه الاهلي غير جاهز بدنيا. لا، الاهلي مكمل المباراه امبارح لحد النهايه بشكل جيد، مضيع بشكل جيد. ياسر ابراهيم جاله شد، جاله شد عادي، بتحصل يعني. لكنه لا، الفرقه ما اقدرش اقول بدنيا مش كويس، ما اقدرش اقول ده. اول مره كولر يعمل تغييره ما بين الشوطين. هو دايما بيبقى في صف اللاعب فبيستنى عليه، فبتيجي على حساب الفرقه، فبتيجي على دماغ كولر نفسه. فامبارح قال لك لا، امام مش كويس يطلع، واللي مش كويس مش هيلعب الفتره اللي جايه. والروتيشن امبارح ما كانش كتير، كان في المعقول يعني. عشان ما تقول لك 5 تغييرات، لا مش 5 تغييرات ولا حاجه. علي معلول هو الظهير الاساسي، محمد هاني هو الظهير الاساسي، امام عاشور هو اللاعب الاساسي، حسين الشحات وبيرسي وكهربا هم الاساسيين. غاب محمد عبد المنعم لسبب الاصابه. لكل اللي بيسالني عن محمد عبد المنعم، الحقيقه عشان اكون واضح جدا معاك، هو قالوا انه الاصابه ممكن تاخد 10 ايام. اكيد مش هيلعب شباب بلوزداد، اكيد مش هيلعب شباب بلوزداد، ده موضوع محسوم بنسبه 100%. كاس العالم للانديه ما زال التورم موجود، ما زالت الاشعاعات ما اتعملتش، هينزل ان شاء الله. هو وصلوا امبارح الساعه 4:30 الفجر على المستشفى. النهارده يروح بصحبه الدكتور جاب الله يشوف الدنيا شكلها ايه، وبناء عليه يتم بقى ايه، يشوف الدنيا يحصل فيها ايه، يلحق كاس عالم ما يلحقش كاس عالم. لكن انا متفائل انه ممكن يلحق كاس العالم. الاهلي في صداره المجموعه ب4 نقاط، مديامه 3، شباب رياض بلوزداد 3، يانج افريكانز بنقطه واحده. الجوله القادمه مديامه هيستضيف يانج افريكانز في غانا، والاهلي هيلعب مع شباب بلوزداد في القاهره. فاصل ونتواصل. انتوا لسه بتسمعوا مع شوبير على 93.7 اون سبورت اف ام. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المستمعين. لو هنتوقف بقى نتوقف كتير جدا امام مباراه نواذيب الموريتاني مع بيراميدز. الحقيقه انا من اول ما طلعت القرعه فالناس كلها قالوا لا خلاص بيراميدز الدنيا مضمونه، نواذيب 6 نقاط رايحين جايين. وقلت لكم يا جماعه الكره الموريتانيه تطورت بشكل غير عادي، والدنيا بقت افضل بكتير من الاول، والناس بقوا يلعبوا كوره حلوه. دول الجماعه بتوع موريتانيا، وده ظهر على المنتخب الموريتاني والمفاجآت اللي بيعملها. ودلوقتي بقى ضيف دائم في بطولات الامم الافريقيه، حتى على الحكام الموريتانيين مستواهم بقى عالي جدا. لكن لما هتيجي تتكلم على نوازيبو وبيراميدز، لا، الفارق كبير جدا. انت بتتكلم في احمد الشناوي ومحمد الشيبي واحمد سامي واسامه جلال ومحمد حمدي وبلاتي توريه ومهند لاشين وكريم حافظ ورمضان صبحي وفيستون مايلي وفخري لاكاي، ونزل بوبو، ونزل مصطفى فتحي، ونزل دودو الجباس، ونزل علي جبر. كل دول اللعب. بتلاعب فريق يعني بيقول يا هادي، بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لسه بيتحسس خطاه في البطولات الافريقيه، واول مره تقريبا يصل الى دور المجموعات. تقوم المباراه من الدقيقه 4 يبدا نوازيبو مسجل هدف غريب جدا. طبعا كانت المباراه متزامنه مع مباراه الاهلي، فبالتالي فضلت مستني عشان اشوف المباراه او اشوف الملخصات، لحد ما شفت الملخصات بتاعه المباريات كلها عشان اعرف اجي اتكلم مع حضرتك واقول لك الدنيا ماشيه ازاي. سيدي عمار سجل هدف في الدقيقه 4، ماشي. انا لما اكون بلعب بره ملعبي او في ملعبي ودخل فيها جون بدري، بيبقى ربنا بيحبني انه عندي فرصه ان انا اعوض واعدل، مش مثلا يكون جه في الدقيقه 90 ولا في الوقت بدل الضايع، لا ده في الدقيقه 4. ما تحسش ببيراميدز، حاجه عجيبه جدا. وفريق نوازيبو هم يا عيني على قد امكانياتهم، لكنه عندهم بصراحه اصرار وعندهم عناد بشكل غير عادي، وعندهم طموح بشكل جيد يعني. وتيجي المباراه كمان تتسهل اكتر لبيراميدز مع بدايه الشوط الثاني. الراجل ديامين سالك في الدقيقه 47 بيطرد في الدقيقه بعد دقيقتين من الشوط الثاني. الله، لو يبقى عندي رمضان
ومايلي ولاكاي وكريم حافظ والشيبي والناس دي كلها، لا مفيش. بيراميدز ماسك كوره بيضيع حاجات كده على استحياء. وبعدين الفرقه اللي بتلعب 10 دي في الدقيقه الاخيره من الوقت بدل الضايع، الراجل ياخد الكوره من نص الملعب يرقص كل اللي قدامه ويحطها على شمال احمد الشناوي، مسجله الهدف الثاني وهدف قتل المباراه. بس نسيت اوصف لك الهدف الاول لانه مهم جدا. الهدف الاول كره ملعوبه طويله ما بين الشناوي وما بين السردباك، اعتمدوا على بعض، دخل الراجل ما بينهم وراح حاططها ما بين رجل الشناوي وسجل الهدف الاول. طب انت يا عم باتشيكو الدنيا جايه لك بتقول لك الدنيا حلوه نغمتها حلوه، يلا خلص واكسب تبقى 6 بونت، تاخد 3 بونت كمان تضمن الصعود. عنده المباراه القادمه سان داونز خسران امبارح من مازيمبي في مباراه ولا اغرب. اتفرجت على المباراه بالكامل لان توقيتها كان يسمح ان انا اتفرج عليها. سان داونز 3 كرات في العارضه، بس 3 كرات ايه اللي هم انفرادات تامه. واحده في القائم من شالوليلي في الشوط الاول وكورتين في الشوط الثاني، واستغل مازيمبي هجمه مرتده كره عرضيه راسيه، هدف في شباك سان داونز ملحقا به اول هزيمه من فتره طويله جدا. فبقت المجموعه كلهم 3، سان داونز 3، مازيمبي 3، نوازيبو 3، بيراميدز 3. سيبك من فرق الاهداف مين فوق ومن تحت ده مش مهم، لكنه لازم هنا بيراميدز يعود ولو بنقطه من سان داونز، وحتى فيما لا قدر الله لو لم يفوز بنقطه من سان داونز يبقى هنا لازم يكسب سان داونز. يعني ما فيهاش فصال، ما فيهاش كلام، لان هي المجموعه هتخدمه، هي نتائج المجموعه هتخدمه. فمن حسن حظه انه مثلا هو ما تعادلش مع مازيمبي هنا، انه كسب مازيمبي هنا. من حسن حظه انه مثلا انه وزيبو ما كسبش الماتش الاولاني مثلا يعني، بس هو كده سان داونز يعني. فالموضوع محتاج نوع من انواع الاهتمام والاحترام. طاقم التحكيم امبارح كان بقياده الاثيوبي بملاك سيما، ولا حد يقدر يفتح بقه، ولا حد يقدر يتكلم، ولا حد يقدر ينطق. الراجل طارد لك واحد في بدايه الشوط الثاني. انا هنا ما اقدرش اقول استهتار ولا اقدر اقول ثقه زايده ولا لا، هي ممكن تقول بس مش هقول ايه قله خبره افريقيه، وانا كل الاسماء دي قله خبره افريقيه. ده حمدي لعيب منتخب، اسامه جلال منتخب، احمد سامي منتخب، الشيبي ما شاء الله، بلاتي توريه ما شاء الله، رمضان صبحي ما شاء الله، مايلي ما شاء الله، احمد الشناوي ما شاء الله. يعني لا ما اقدرش اقول قله خبره، اقدر اقول قله احترام. ممكن تكون في عوامل هناك، الارض، الجو، لكنه هي صدمه للكره المصريه. ما كنتش هقول صدمه لجماهير بيراميدز نادي مش جماهيري، مش هظلمه في حاجه يعني، لكن عليهم يعني بسرعه ان هم يخلصوا المشاكل دي، المشاكل الفنيه، مش ما فيش ما عندهمش اي مشاكل يعني. الجوله اللي جايه سان داونز بيستضيف بيراميدز جنوب افريقيا، نوازيبو هيلعب مع مازيمبي في موريتانيا. احسن نتيجه لفريق بيراميدز انه يعني مازيمبي يكسب، هيبقى 6 بونت. لا مش دي احسن نتيجه، نوازيبو احسن نتيجه التعادل، او نوازيبو يكسب، لانه بيراميدز هيكسب نوازيبو هنا بكل الطرق يعني. لكنه فوز مازيمبي في نوازيبو هتبقى فرص بيراميدز لو لم يفوز او يتعادل على الاقل مع سان داونز هناك، هتبقى مشكله كبيره جدا، لازم يلحقوا نفسهم يعني. مباريات الاهلي اللي جايه زي ما قلت لك، عنده يوم 8 ديسمبر في القاهره مباراه شباب بلوزداد، وبعدين كاس العالم للانديه يوم 15 ديسمبر، واذا كمل يبقى عندهم 18 نصف النهائي، وبعدين عنده 19 ديسمبر شباب بلوزداد في الجزائر، الا اذا وصل لنصف نهائي كاس العالم للانديه. ربنا يا رب يوفق ان شاء الله. والاهلي عنده 2 مؤجلات في الدوري، الاهلي مع بلديه المحله والاهلي مع زد. طيب ان شاء الله النهارده الزمالك بقياده الحكم الجنوب افريقي ابو نجيل توم هيلعب مباراه انا شايفها ان شاء الله باذن الله سهله، ولو ان مفيش حاجه سهله في الكوره يعني، لكنه انا شفت فريق سوار الغيني الحقيقه في المباراه الاولى وهو بيخسر بسهوله مطلقه 2-0، فمش شايفها صعبه على نادي الزمالك، لكن محتاج انه يبقى فيها تركيز وفيها نوع من انواع الاصرار. الزمالك فاز باول 3 نقاط، عرض اخر مقنع، لكن 3 نقاط كانوا مقنعين جدا امام ابو سليم الليبي. وكل مره بقول لك الامتحان بتاع كابتن معتمد جمال كنت بقول لك من 9 بقى من 10، هو واخد 3/3.
بالفوز في كاس مصر على بيراميدز، بالفوز في بطوله افريقيا الكونفدراليه على ابو سليم، وبالفوز في الدوري على مودرن فيوتشر. يجي له بقى دلوقتي مباراه سوار الغيني. اتصور انه نادي الزمالك قادر جدا على مش الفوز بس، الفوز وتقديم عرض جيد واسعاد جماهيره. الزمالك هيلعب باللون الابيض وسوار هيلعب باللون الازرق. وانتوا عارفين المباراه الثالثه، المباراه القادمه للزمالك هتبقى في القاهره، ومباراته كمان هقول لك انا ماتشات الزمالك اللي جايه عشان برضو ما لخبطش وانا بتكلم. يعني الزمالك هيبقى الجوله الثانيه سوار مع الزمالك النهارده باستاد السلام، وبعدين الدوري، وبعدين سجراده فعلا في القاهره يوم 10 ديسمبر. هو الزمالك هيطلع مباراه واحده بس في ملعب المنافس اللي هو سجراده، هيلعبه في انجولا، لكنه ابو سليم هيلعبها في الجزائر او في ليبيا اذا الملعب اتظبط. خلينا نروح لفاصل وارجع لكم اتكلم شويه فنيا على الزمالك. انتوا لسه بتسمعوا مع شوبير على 93.7 اون سبورت اف ام. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المستمعين. طبعا كابتن معتمد جمال قال ان احنا درسنا المنافس بشكل كويس ومفيش مباريات سهله، وان انا مجهز اللعيبه نفسيا. وقال لما سالوه عن غياب مصطفى شلبي قال بتمنى انه يرجع بسرعه، لكن قال في اكتر من لعيب، في زيزو وابراهيم ضاي وشيكابالا، وقال انه ان شاء الله اللعيبه جاهزه. عمر جابر قال انه الانتصارات اعادت الثقه للفريق وطالب الجمهور بالتواجد، واعتقد انه الجمهور هيكون متواجد. لكن ماذا يحدث بقى داخل نادي الزمالك على المستوى او على الجانب الاداري؟ على الجانب الاداري خلاص يوم 7 ديسمبر نهايه الايقاف بتاع الثلاثي الزناري وصبحي وفتوح. تمام. هو طبعا لو جيت كلمت اي حد في الاداره هيقول لك النهارده ايه يا كابتن؟ هتقول له النهارده 3 ديسمبر، يقول لك انا عندي ماتش يا كابتن في افريقيا النهارده. اقول له يقول لي اخلص الماتش بعد كده ابقى اتكلم في الموضوع ده. ماشي. في دلوقتي اللي شغال وسطات انه الثلاثي يعود للتدريب، هم بيتمرنوا دلوقتي. اللي حصل انه محمد صبحي بدا يتمرن في الملعب مع اللعيبه اللي بيبقوا مستبعدين فبيتمرنوا، لكن مش مع الفرق. فتوح لسه الامر بالنسبه له مش واضح. الزناري هيتجنن ويرجع التمرين، ما عندوش مشاكل يعني. فالزمالك لسه ما اخدش القرار بالنسبه للثلاثي. انا اتصور تاني، قلت الكلام ده من اول يوم للازمه وبكرره تاني، لو انه الثلاثي طلع زناري من الموضوع، الزناري ما عندوش مشكله. لو انه الثنائي صبحي وفتوح، لانه دول اللي عقودهم تنتهي ومن حقهم ان هم يوقعوا، لو انهم وافقوا على شروط، وانا بقولها اهو تاني بالفم العريض اهو، بالفم المليان، على شروط نادي الزمالك هتمضي بكذا و3 سنين مثلا او 5 ايا كان. لو وافقوا الموضوع ممكن يتحل. وتاني وتالت وعاشر انا ضد احكام الاعدام. يعني مش معنى ان انا وقفتك ان انا خلاص العرض للبيع والقصه والليله، يعني الحاجات دي ما هو، وقلت لك قبل كده المحاكم نفسها فيها درجه واثنين وثلاثه. يعني ما فيش مشاكل ان مجلس اداره ياخد قرار ويلاقي العقوبه اتت ثمارها، فلا مانع على الاطلاق. يعني سيبك من اللي بيتعمل في المواقع واللي بيتعمل في مش عارف ايه، مش هنمشي ورا كل الكلام ده يعني. فانا لسه ما حدش هيقدر يقول لك حاجه. في ناس داخل المجلس مع انه يرجعوا للتمرين، ما يلعبوش ماتشات، ويوقعوا على العقود الجديده لنادي الزمالك، وعفى الله عما سلف. يبقى خلاص، يبقى الزمالك ما خسرش حاجه، بل انه كسب. اللي كان بيقول 20 مليون هيمضي ب10، اللي كان بيقول 10 هيمضي ب5، وهكذا. ده تصوري يعني. هل القصه يعني هتخلص ولا مش هتخلص؟ هنشوف الاول هيرجعوا التمرين ولا لا. ده واحد. 2 موضوع زيزو. بصوا يا جماعه، كل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك اللي تواصلنا معاهم قالوا زيزو ليس للبيع. طب يا جماعه الناس بيقولوا 7 مليون و8 مليون، قالوا زيزو ليس للبيع. مش هنفتح الملف ده. وليه بيقولوا كده؟ لانه حصل مشكله من كام يوم، حد عنده استضافه مش عارف ايه بتاع، فطلع قال كلمتين، فحصل نادي الزمالك عمل بيان رسمي وشغلانه وحدوته وقصه. هم عارفين مدى اهميه زيزو لدى جمهور نادي الزمالك. ففي اتفاق واضح داخل مجلس اداره نادي الزمالك
ممنوع الحديث لا من قريب ولا من بعيد في موضوع زيزو ولا تفريط في زيزو. على الجانب الآخر بنتواصل كل شوية مع الجانب السعودي. الجانب السعودي دايما الحقيقة في ميزة، يقول لك لا، المرة دي هو ماسك العصاية من النص. يعني يقول لك احنا ما يعني لسه الموضوع ما نقدرش نتكلم فيه، ما فيش حاجة واضحة. يعني مثلا ما بيقولكش لا نفاوض زيزو، ما بيقولش كده خالص. او بيقول بنفاوض زيزو، ما بيقولش كده خالص، ما بيتكلموش خالص. يعني حتى تواصلنا مع السيد تركي الغامدي، زي ما بقول لكم كده، يعني هم ما بيتكلموش بالشكل ده، ما بيتكلموش بالطريقة دي. لكنه المؤكد انه نادي الزمالك رفض. ايه اللي ممكن يحصل بكره الله اعلم، ايه اللي ممكن يحصل بعد اسبوع برضو الله اعلم. اخر حاجه في المواضيع دي موضوع سامسون الزمالك منفتح جدا جدا على اي عروض، بل بالعكس علمت كمان انه الكابتن معتمد جمال بيديله شويه عشان حتى يحلو او يحلى في عين بعض الانديه تبص عليه كمان يعني. لكن لا اعتماد اساسي على الاطلاق عليه، لما جت الظروف قدام بيراميدز ادوله، بس غير كده لا. فهو سامسون الامر صعب جدا بالنسبه له انه يكون متواجد كاساسي في نادي الزمالك، لكنه الظروف اللي بيمر بها نادي الزمالك بتسمح انه يكون متواجد مع الفريق. الزمالك النهارده ان شاء الله في استاد السلام مع اسوار الغيني الساعه 9 مساء بقياده طاقم تحكيم من جنوب افريقيا، وبعدين يلعب تاني مع نادي الاتحاد السكندري يوم الخميس 7 ديسمبر الساعه 7 مساء، ثم يوم 10 ديسمبر مع سجرادة برضو باستاد السلام، ثم مع المصري في استاد برج العرب يوم الخميس 14 ديسمبر، واخيرا يلعب مع سجرادة الانجولي في انجولا يوم 20 ديسمبر. النهارده كمان الهلال الليبي ومودرن فيوتش بقياده طاقم تحكيم من المغرب جلال جيد، بالمناسبه رضوان جيد عمل مباراه رائعه ما بين مازيمبي وماملودي سان داونز. خسر سان داونز 1-0، لكن الحكم كان مأمن تماما فريق ماملودي سان داونز يعني. فبطمن جدا لما بشوف الحكام كده. يعني الحكم الموريتاني امبارح للاهلي رائع بمنتهى الامانه يعني. وفي حكام افارقه كتير، بمملكه سيما مثلا الاثيوبي كان عامل مباراه رائعه امبارح لبيراميدز طبقا للملخص اللي انا شفته في المباراه. فيوتشر الحقيقه بدأ بدايه جيده بفوز مهم جدا، فجه ماتش الدوري امام الخساره امام الزمالك شويه عملت هزه، وكان بادي طلعه هايله في الدوري، 4 انتصارات ب 12 نقطه ثم 3 هزايم، ثم كان قبلها فاز على فريق مازيمبي او فاز عفوا في القاهره 1-0، والدنيا ماشيه معاه بشكل مش بطال على سوبر سبورت الجنوب افريقيا. الفيوتشر هيلعب باللون الاحمر والهلال الليبي باللون الازرق. على فكره الهلال كان خسران المباراه الاولى امام اتحاد الجزائر في الجزائر 2-0، لكنه حذاري. جماهير في ليبيا متحمسه جدا، تحب فرقها جدا، بتشجع فرقها بشكل قوي جدا، وفيوتشر في اشد الاحتياج للفوز، لانه التعادل حلو مش وحش، لكن الفوز اقدر اقول لك ان فيوتشر بنسبه 65% ضمن التاهل، بنسبه 65% ضمن التاهل. فعلى فيوتشر انه يرمي ورا ظهره الخساره امام الزمالك، وانه يفكر بشكل جيد في مباراه اليوم، لانه المباراه الساعه 6 استاد شهداء بنينا ببنغازي، وفيوتشر وبرضه ما اقدرش اقول لك جماهير فيوتشر هو نادي غير جماهيري. المباريات النهارده كامله في